عاد النقاش حول التركيبة البشرية لمنتخب المغرب يطفو من جديد عقب التصريحات التي أدلى بها المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، والتي عادت فتح ملف النقص الهجومي الذي عانى منه أسود أطلس خلال نهائيات كأس أفريقيا 2025 رغم البلوغ المباراة النهائية واحتلال مركز الوسط بعد خسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد. لوروا الذي تابع البطل عن قرب وتوقف عندما اعتبره الإشكال البنيوي الأبرز في المنتخب المغربي والمتمثل في غياب مهاجم صريح من طراز العالي القادر على حسم المباريات الكبرى. وفي تقييمه للأداء المنتخب شدد المدرب الفرنسي في تصريح تلفزيوني لقناة مصري على أن المغرب يملك جودة جماعية واضحة وتوازنا في معظم الخطوط، غير أن المركز قلب الهجوم ظل نقطة ضعف مؤثرة خصوصا في المواعيد الحاسمة التي تتطلب فعالية أكبر أمام المرمى. واعتبر أيضا أن وجود أيوب الكعبي رغم ما يقدمه من مجهودات وما سجله من أهداف خلال المسابقة لا يكفي لمجاراة المنتخبات الكبرى التي تمتلك مهاجمين قادرين على استغلال أنصاف الفرص وترجمتها إلى الأهداف حاسمة. واعتبر أن تأمين مركز المهاجم رقم 9 يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة إذا ما أراد المنتخب المغربي التحول من منافس قوي إلى بطل قاري. وكان المنتخب المغربي قد واجه صعوبات واضحة في مركز قلب الهجوم طوال منافسات كأس أفريقيا التي أقيمت على أرضه، ورغم المشوار الإيجابي الذي قاده للنهائي إلا أن الفعالية الهجومية ظلت دون تطلعات. وعرف المستوى أيوب الكعبي تذبذبا ملحوظا حيث سجل 3 أهداف في الأدوار الأولى قبل تراجع مردوده بشكل لافت ابتداء من دور ربع النهائي، مهدرا عددا من الفرص السامحة أبرزها فرصة انفراد بالحارس السنغالي إدواردو ميندي في المباراة النهائية والتي كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء. من جانب آخر تعيد هذه المعطيات المدعومة بتصريحات وضح أسئلة جوهرية حول مستقبل الخط الأمامي للمنتخب المغربي حول الخيارات المتاحة لتطوير هذا المركز الحساس، سواء عبر البحث عن مهاجم جاهز قادر على تقديم الإضافة الفورية أو من خلال استثمار في المواهب الصاعدة وتأهيلها لتلبية متطلبات المنافسة القارية والدولية. أشاد أنفانتينو رئيس اتحاد الدول لكرة القدم بالمستويات الكبيرة التي باتت تقدمها كرة القدم المغربية على الساحة الدولية، مؤكدا أن أسود أطلس حجزوا مكانهم الطبيعي ضمن صفوة الأمم الكروية في العالم، وذلك في تدوين نشرها عبر حساب رسمي على منصة انستغرام. وقال أنفانتينو إن هذا التطور ليس ولد الصدفة بل هو ثمرة عمل تراكمي تجسد في تحقيق إنجازات تاريخية أبرزها التتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت مؤخرا في تشيلي، إضافة إلى البصمة التاريخية التي تركها المنتخب الأول بوصوله إلى المربع الذهبي في النسخة الأخيرة من كأس العالم للكبار. وشدد رئيس الفيفا في تدوينته على أن المنتخب المغربي أظهر قدرة فائقة على مقارعة الكبار المنتخبات العالمية، مضيفا أن الفريق الوطني تطور بشكل ملموس ليصبح ندا قويا لأعرق المدارس الكروية، وما يجعله يدخل غمار استحقاقات المقبلة بثقة كاملة وطموحات مشروعة. واختتم أنفانتينو رسالته بالتأكيد على أن المغرب يمتلك كل المقومات ليكون رقما صعبا في النسخة المقبلة من مونديال 2026 التي ستقام بتنظيم مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والتي وصفها بأن تكون الأكبر في التاريخ، معربا عن تفاؤله بقدرة الكرة المغربية على مواصلة رحلة التألق العالمي.